لما تتجوزي بقى تبقي تخرجي وتسافري. رأيك ايه ان احنا كستات عرب فكرة ان احنا نسافر لوحدنا او ان احنا يبقى لينا حياة مستقلة باحترام، دي حاجة مش متعارف عليها، واني مش مستنية اتجوز عشان اسافر؟ الناس صحابي بيتجوزوا الولاد او بنات وجوازات بتبوظ من فكرة ان الحلم ان انا لما هتجوز هسافر. فبالنسبة لي الموضوع كان انتزاع الحقوق بس بطريقة ناعمة، ودايما تطمني اللي قدامك، بتطلبي طلباتك مرة واثنين وثلاثة بطرق مختلفة ولكن كلها محترمة ومشروعة، مش بنضغط عليهم بأجريشن. انا بدأت سفر من وانا طفلة، سواء مع عيلتي وبعد كده لما دخلت في منتخب مصر، اما معسكرة في المركز الأولمبي يا اما مسافرين بره مصر. بابايا ما كانش بيرضى يسفرني الساحل مع اصحابي. التواصل هو الحاجة اللي كانت دايما بتخليني اقنعه ويقنعني، وممكن في اوقات ما كناش بنقتنع، واكيد كلمة بابايا هتمشي، ودي مش مثلا ضعف مني، بالعكس العلاقة دي اللي بعد كده تطورت انه يسيبني بعد كده